السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا بكم اسيدي. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. إذا الخزانة هذه خزانة الزيانية القندوسية نسبة إلى الشيخ صالح سيدي محمد بن أبي زيان القندوسي. مفهوم؟ الضريح نتاعو اللي موجود هنا بجانب هذه الخزانة، وكانت قديما في وقته كانت خزانة، ومن بعد عاود انقطعت إلى 2000. إذا صاحب الخزانة هذا سيدي مبارك هو الأستاذ الطاهري، أستاذ في ثانوية العقيدة عثمان، مدرس اللغة، مدرس الرياضيات. إذا قام بجمع بعض المخطوطات، يتضمن المخطوطات تبنات على المخطوطات. هنايا هذه المعلقات، هذه الجناح، هذه قاعة المطالعة رقم 1. أيوة نعم. هذه المعلقات خاصة هذا الجناح هذا يضم المدة الاستعمارية في الجنوب الغربي الجزائري. وقفنا على خطوتها. جات هنا حوالي واحد 3 شهور ولا شي في زي رجل ها وراء الصورة تاعها، وكانت تسمي نفسها سي محمود ايوا. اذا اكتشفتها. هذه هي هنايا الرسالة هذه هي من كشفها هذيك الجميع تاع المجاهدين، سواء الصور بعض المعلقات للمجاهدين والشهداء. الشهداء المنطقة يا قاعة المحاضرات للمرحوم في الزيوي عمر. با اسمها هذه الزبدة مصحف هذا مخطوط هذا؟ سبحان الله مخطوط هايل هذا. شوف
قد تصور هذه المخطوطة شبه هذا التبرك. الفاتحة مكتوبة بماء الذهب، سورة الفاتحة بماء الذهب. بماء الذهب داخلها. شوف القناة محمد القاسم القندوسي اللي قلت لكم عليه الخطاط يعني الخط جميل جدا. المغربي جميل. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وحيد قلت ايوا الشيخ هذا المخطوط شحال عنده هذا بالميس؟ هذا دير له كاع المعدل 3 قرون. 3 قرون. هذا الخطاط قندوسي، خطاط محمد القندوسي. هذا الخط نتاعو بكري. هذا النسخ نتاعنا من قناصة. سنصعد الآن إلى المتحف الخاص بهذه الزاوية، الخزانة الزيانية القندوسية. تفضل. تعال معي. حتى مدخلها يعني بطريقة تقليدية. هذه سموها الرحاب. هذا حفظ القرآن. ما شاء الله. هذه الماكات لهنايا كاملة. جميل جدا. هذه فكرتني هذه. نعم. غير على مخفية. شوف هذو كل التقاليد هذو ياك. انا فاهم نتاع بكري. بن عمي هذا مين يسوني خطك الراس ماشي سهل. الميزان شفته؟ الميزان راني نشوفه. الميزان هذا تقول لهم وهذه اللي تكسر الربيع مشات ولا شنو؟ هذا يديروا فيه الملفوف. ملفوف بولفاف. لا شوف سيدي سبحان الله. الكبده وفيها الشحمه ويدخلها ملفوف. يعطي الناس في القناة ساكي كان داير بكري. كان الملفوف ولا تاي قبل ما ياكلوا الناس. لا حتى هذه عند المغاربه ومن بعد الطعام واللحم عاود يختموا بالملفوف. اللي بداو ما ياكلوش خلاص. بدي لك الغربان ليك. الغربان. احنا اصلنا من الباديه. احنا من الدواوير. انا في الاصل تاعي في الصغر تاعي كاع فوتوا في هذه الامور التقليديه. هذاك الكبد القروي. القروي راه ابن عمي انت فكرتنا كاع بالسوق. عندك القرويه. انا ولد بالله عاود. احنا في القروي كيفاش بيبقى يعمروا العصر تقيسها منه. واحد الله زميلنا شريك معاه 3 مغادر كثير. شيوخنا 4. شيوخنا 4. الحمد لله. وصحابه 10 في عين ابليس. دقيقه واحده كل حساب ما يبقاش رقم، وانما عباره عن طقس صوفي. ذاك المد تلفناه. هذه فيها 10. هذه صغيره يعني يسموها الصغير. كي تسموا هذا؟ هذه فيها 10. هذه القرويه. تقولوا القرويه؟ هذه يعمروا بها زراعه مؤنثه عندكم. حوزت الآن تاع الزكاة 5 أمدد. شوف كي قال الله خمس صورها مليح. يحسبوا به الزكاة. هذا هو المد. زكاة الفطر نخرجوا به. هذا هو المد اللي يقولوا عليه. وكان يخرج به الله يرحمه. هذا هو المد اللي يقولوا عليه نسمعوا في الفقه يقولوا المد بصح ما نعرفوش. بيدين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا ما عندك محمد. ها الجام. الصريمه. هاو ديروا لك تاع الزكرون تاع الباب. المنسج عندك المنسج. المنسج والميزان. والميزان. الميزان. ذكرتونا كاع بالتقاليد. الحسين سيدي. يسموها الكافية عندنا حنا. هذه الكافية تسموها. يسموها الكافية اللي تجي منقوشة كيما هكا. ياك نقول حسيره. السيره راهي بالحلفه هذه راهي. هذه الكافية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الخزانة الزيانية القندوسية فرع من فروع الزاوية، بمؤسسها محمد بن عبد الرحمن بن أبي زياد القندوسي. أسسها في 1890 هجرية، ما يقارب 1686 أظن ميلادي. هذه الخزانة كانت تضم آنذاك حوالي 3000 متر، وذلك حسب تصريح الشيخ الحادي عشر في الطريقة الزيانية، وهو الشيخ سيدي عبد الرحمن العرسي. إلا أن هذه المخطوطات أثناء الاستعمار الفرنسي تعرضت
إلى الضرر والإماتة والسرقة والإتلاف، ولم يبقى منها إلا القليل أو الشتات. أغلب المخطوطات أخذت إلى إكسو-بروفونس أو سوريت. بعض المخطوطات يعني حوالي عدد ما لا بأس به، يعني كان أهداه الشيخ 11 إلى المكتبة الوطنية بعد 1983. دخلت إلى هذا المكان بعد مجيئي من الجامعة، وجدت مخطوطاتنا الموجودين عند أحفاد الشيخ سمبوزيا. كان كل حفيد كان عنده خزانة خاصة به في منزله. وجدت خزانتنا تعرضت كذلك إلى السرقة، وأخذ منها بعض المخطوطات، وتأكدت من مخطوطات الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري كانت موجودين عندنا شروع بالمخطوط ومطبوع. غرفة النوم من 1983 هما في الغرفة تاعي إلى غاية 1995. حول إلى غرفة أخرى لأن الغرفة استعملت، يعني تزوجت في ذاك الوقت. توجهت مباشرة إلى خزانات أحفاد الشيخ. وساعدوك؟ هناك من تحصلت على كل مخطوطاتي. هذا يفهم؟ لا ماشي يفهم، لأن كان القرابة، كان أحفاد وين القريب، كان القرابة في القريب، كان القريب في القريب على صح. اللي جبت أقرب أقرب. كاين البعيد، البعيد ما نجمش. إذا جمعنا كذلك على أعيان القنادسة. كان الذي مخطوط والذي جابوه ومشى. إذا كنت بديت ب 80 مخطوط، الآن راني في 200 مخطوط. ما شاء الله. في شتى العلوم، في الرياضيات، الرياضيات يعرفوا الدائرة المثلثية، يعرفوا ما شاء الله الجيب تمام، قوس الجيب تمام، الدالة العكسية تاع الجيب، لي طابلو اريتميتيك. ما شاء الله. هذوك الدراري ديروا سير في التكافؤ يعرف يخرجوا، ما يعرفش، هو يكتبها بالقلب. سبحان الله. مخطوطات هكا عندكم؟ مخطوط واه يخدم، يعرف علاقة التكافؤ واش هي، يعرف يعني. انا كي شفتو قعدت حاير. لا حول ولا خلاتني الدائرة المثلثية دايرها وداير لينيتي، هذاك اللي اسمه القطر داير له واحد صحيح. يعني لنا استنتج بأن هادشي ديال عارفين. انا نهضر لك على 83. سأوقع في السجل الذهبي للخزانة القندوسية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مبارك طاهري حفيد سيدي محمد فتحا محمد أبي زيان القندوسي يا محمد هذا لا تشربوا اليوم ساي ما ترقوش على 48 ساعة. شاي الله أكبر من قلب الصحراء. نشكر الأخ على صنع هذا الشاي وتحضيره بهذه الطريقة التقليدية، فإني أرى ذلك من صورته، ولكن هذا الشاي أقوى وأقدر. بيضة لله باش نسوق لوحتي، ولوحتي عند الطالب، والطالب في الجنة، والجنة مفتوحة محلولة حلها مولانا يستمع دعاء. الآن راه بحوزتنا حوالي 400 مخطوط، يعني 300 مخطوط راهم فارسة، إضافة إلى الوثائق النادرة اللي هي بيوع ورسائل وكذا. كاين أكثر من 2000 وثيقة صنفناه حسب الزمن من القرن 17 حتى القرن 20.